السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى جايبه لكم اكله اقل من من 100 جنيه، وفيها فراخ وفيها بروتين كده لاولادنا، وحلوه. صينيه بطاطس بالفراخ. عملت البصله اهي، وهي الصلصه طلعتها متاخر، فهي دي عملنا. طبعا احنا هنملح البصله دي ونتبلها ونحط عليها الفراخ. شويه فلفل اسمر حلوين كده، حلوين، شطه، كمون. طبعا هنا بقى هنجيب الفراخ، هوريكم الوركين. ده الوركين بقى اهي، الورك كبيره. بصوا هنقطعها اهي. بصوا دي كبيره قد ايه، هنقطعها برضو تاني عشان تستوي. الورك التاني اهو برضو كبير، الفراخ عندي كبيره. هنا بقى بعد ما قلبنا بقى الفراخ مع البصله مع البطاطس وحطينا توابلنا، هنبدا نحط الميه. طبعا احنا هنا بنزود ميه علشان الفراخ بتاعتنا نيه، بس احنا طبعا مقطعين الوركين دول 5 قطع، يعني هتستوي، مش تقلقوا. جربوا بس كده وهتلاقوها تحفه وجميله. هنا طبعا حطيت معلقه السمنه. بصوا بقى، احلى صينيه بطاطس ممكن تعملوها، بسيطة وسهلة، والست اللي بتشتغل تقدر تعملها، مش هتاخد منها نص ساعة. تحطهم كلهم، وانا حطيتهم على البوتاجاز من فوق، محطتش في الفرن الاول عشان بس الفراخ تستوي حلو. اهو انتوا شايفين قعدت ازود مية علشان كمية المية تبقى مناسبة. حتى التلجة دي هتفك ومش هيبقى فيها اي حاجة. طبعا الصينية دي الفيديو التالت سريعة تمام. كده وتحضيرها الفيديو التالت هو سريع اللي كمان مع عليه. شوية رز بالشعرية. هنا بقى وهي بقى فوق كده قبل ما تحطها في الفرن. وبالهنا والشفا ليكم، ويا ريت تقولوا لي ايه رأيكم.